بما إن العيد قرب، كل سنة وانتم طيبين، وعيد الأضحى يعني اللحمة والكبدة والفتة. فقلت النهاردة نعمل كبدة، مش مشكلة يعني، لسه شوية على العيد بس قلنا ناكل كبدة. وانتوا عارفين الحاجات دلوقتي بره غير مضمونة بالمرة. أنا عندي النهاردة نص كيلو من الكبدة. طبعا الكبدة ما بتتغسلش يا جماعة، يعني أنا بجيبها من الجزار كده وبسيبها على المصفى تصفي الدم بتاعها والحاجات بتاعتها، وتفضل زي ما هي. انا عندي التوابل ملح وفلفل وبابريكا وشوية من الكزبرة والفلفل الاسود، طبعا ده مهم. معايا فصين من الثوم وبصل حلقات وفلفل رومي وكمان فلفل سبايسي. شوية زيت حلوين في الطاسة بتاعتي، وهنزل بالكبدة هوزعها فيها كويس، لكن مش هقلبها عشان ما تنزلش المية، وهستنى لغاية ما تاخد لون من الجنبين. كده تقريبا خدت لون من كل جانب، هبتدي انزل بالمكونات التانية بتاعتي المهمة. اول حاجة هنزل بيها هي التوابل، والتوابل مع النار بتدي طعم تاني حلو جدا جدا. قبل ما تنزلي بباقي المكونات بتفرق في الطعم وفي الريحة. يعني انا مجرد ما نزلتها شميت روايح فعلا، يعني بتفرق في طعم الحاجة. تاني حاجة هنزل بيها هو البصل والفلفل السبايسي، برغم ان انا شلت السبايسي ده شويه لان حد من ولادي اعترض. هو مودي طبعا عشان هو اللي بيصور، قال لي لا انا مش عايز سبايسي. هقلب كل ده مع بعض، والبصل برضو مش هياخد وقت كتير، نقلبه كده يتمزجوا مع بعض. هنزل بيه شويه التوم الصغيرين، ومش هيبقى فيه اي طعم خالص للتوم، بالعكس ده هيديها نكهه احلى. وبعد كده هنزل بالمكون الاخير اللي هو الفلفل. وطبعا انتوا عارفين ان الفلفل اساسا روحه ضعيفة، ما بياخدش وقت على النار، فعشان كده حطيته هو اخر حاجة. ودول شوية من الفلفل الملون كانوا في الفريزر عندي. برضو مودي بيقول لي انت هتحطي طماطم متجمدة، قلت له لا، ده فلفل. هنزل بعد كده يعني ربع كوباية من المية، حاجة بسيطة كده، عشان بس التوابل والسوائل دي كلها تاخد من بعض كده وتتمزج حلو. وهغطيها لمدة دقيقتين تلاتة وبعد كده خلاص، لان الحاجات دي ما بتاخدش وقت على النار خالص. شايفين بقت ازاي؟ السائل بقى سميك خالص. خلاص استوت كده، هننزلها. شايفين عاملة ازاي؟ تحفة طبعا. ودي من الوجبات السهلة والسريعة اللي ما بتاخدش وقت، يعني دي ممكن تعمليها وقت الزنقات، ما عندكيش وقت، سهلة قوي بسرعة بتقطعي الحاجة وخلاص. بس على شرط ان تكون الكبدة مش في الفريزر يعني. مستوية جدا وتحفة بصراحة، والخلطة اللي انا عاملاها جربوها مش هتندموا. ويا ريت تبقوا تقولوا لي في الكومنتات، وتقولوا لي انتوا من انهي بلد يعني، وهل بتعملوها بالطريقة دي في بلدكم ولا لا. يلا كل سنة وانتم طيبين، استعدوا بقى للعيد ووصفات ويا رب يكون عيد سعيد علينا وعلى الأمة الإسلامية كلها يا رب.